السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 قد الدنيا دي بحالها. اول حاجة كده هنعمل ايه؟ هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لازما كده نذكر الله كده الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا انا كان عندي كنافة، كنت انا جايباها من كام يوم. يعني وكده، وشلتها في التلاجة. وطبعا ما كانش يعني عندي وقت ان انا اعملها، او بمعنى اصح انا كنت متكسلة عليها قوي. كمان بعد الفيديو اللي هو اتمسح معايا من غير ما اقصد، كنت عاملة كيك وكده واتمسح معايا من غير ما اقصد. فقلت بقى مش مشكلة. المهم بقى ايه؟ طبعا طلعت الكنافة يعني وكده. انا مش هعملها كلها لان انا كنت جايبة كيلو، قلت هعمل مثلا منها نص ولا حاجة، او كيلو الا ربع، واشيل الباقي مثلا اليوم تاني اعمل حاجة كده بسيطة صغيرة مثلا. نكون نفسنا في حاجة حلوة ولا حاجة اطلعها اعملها. طبعا هنا ايه، كنت بعاير المية اللي هحطها في طبعا اللي هعمل بها الشربات يعني وكده. و... والكنافة زي ما انتوا شايفين حطيتها على صينية هحوش منها برضو. هنا بقى كنت بطلع السكر. إيه... بقول لكم انا موجودة، هو السكر الغلابة بتاعنا. السكر ده يعني بتاع التموين يعني. يعني انا سمعت كمان ان الشهر ده ان كيلو السكر في التموين هيبقى ب15 جنيه، يعني زي ما انا شفت بقى على النت. مش عارفة الكلام ده صح او غلط، الله اعلم. هنشوف. طبعا كل واحد بيبقى ماشي بمزاجه بقى، الله اعلم. فالمهم بقى ايه، طبعا اول ما شفت بقى الخبر بتاع السكر ده انا اتصدمت. قلت يا نهار ابيض، هما كده مش عايزين الناس حتى تعمل حاجه حلوه؟ يعني كفايه المر بتاع الدنيا، حتى كمان السكر يعني. يعني هو بيع وشراء ب20 جنيه، حتى في التموين هيرفعوا. لا بقى، يبقى شيلوه خالص بقى من التموين، هنعمل ايه؟ يلا مش مشكله، الحمد لله الحمد لله، كويس ان هما بيدونا حاجه. بس فالمهم بقى كده ايه، حطيت طبعا السكر والميه، لان انا قلت يعني اللي هيتبقى معايا يعني وكده هشيله في التلاجة. عشان لو حبيت اعمل الباقيين يبقى عندي ايه، الشربات بتاعي جاهز. هنا بقى شلت ايه شويه كده على صينيه، وقلت اقطع كده ده معاكم برضو كده على السريع. المهم بقى كده يا جماعه، واحنا بنعمل الكنافه كده عايزه ارغي معاكم بقى شويه. انا ظاهره اهو يا جماعه بوشي. ظاهرة بوشي الجماعة اللي مش عايزين نسهر، والجماعة اللي بيتكلموا عليا من يعني بيغلطوا فيا ويتكلموا عليا من ورا ظهري. احب اقول لكم على فكرة، انتوا ما تفرقوش معايا على فكرة، يعني عشان لو تفرقوا معايا وكلامكم هيفرق معايا. انا ما كنتش عملت قناة، وما كنتش صورت فيديوهات، وما كنتش طلعت بوشي. بس انا طبعا انا خدت كتير عشان اوصل للخطوه اللي انا فيها دي، واطلع واعمل قناه وكده. وبعد كده ده ما يخصش حد، والمره المليون اتكلم فيها. كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يعدل على نفسه. بس البني ادم من دول بيبقى مليان غلطات، ويعني كله عيوب، ولا ويطلع يتكلم عليك. لا، والمشكله لما بيتكلمش عليك اي حد، يعني مش اي حد غريب يعني. او مثلا سيبنا من الغريب، يعني ما بيتكلمش عليك غير اللي منك. يعني بيبقى الواحد منك ويتكلم عليك. طب ليه طيب بتتكلموا علينا ليه؟ اللي عايز يقول حاجة ما يروحش يقولها لحد تاني. ماشي، عشان هي كده كده هتوصل لي، لان انا طبعا انتوا هتتكلموا عليا فاكيد يعني اللي هتقولوا له ده. يعني ان شاء الله لو بيحبني هيجي هيقول لي بيقولوا عليكي كذا ويقولوا عليكي كذا، عشان انتبه للكلام اللي بيتقال. تمام. وطبعا كل واحد بيخبر التاني، يعني انتوا بتتكلموا مع واحد، التاني بيروح يخبر التاني، والتاني بيخبر التاني، وايه، وطبعا الكلام بيوصلني. وانا عارفه مين اللي بيتكلم، يعني انا عارفه. بس احب اقول لكم يعني حاجه، انتوا ما تشغلونيش والله العظيم ثلاثة، ما تشغلوني. واللي بيتكلم عليا هو عارف هو مين. انتوا بصوا، والله العظيم ثلاثة ما تشغلوني ذره ذره، ولا 1% حتى. بس انا طالعه اقول لكم الكلام ده عشان احرق دمكم كمان. انا عارفه ان انا حرقاكم، وعارفه ان انا كيداكم وغيظاكم. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرتي بسوء. عشان انا ما بعملش حاجه غلط، ولا انا طالعه برقص، ولا انا طالعه بعمل حاجه غلط. انا الحمد لله والشكر لله. انا مش اللي هو بلبس ضيق وطالعه حاطه لكم ميك اب وعامله عمايل. لا، انا الحمد لله. لبسي زي ما انتم شايفين، ويعني ومطبخي زي ما انتم شايفين، وانا الحمد لله على قد حالي. والحمد لله انا راضيه بكل حاجه. وعشت الحمد لله كويسه. وعايزه اقول كل واحد يخليه في نفسه، وكل واحد يحط لسانه جوه بقه وخلاص. لسانك حصانك ان صنت صانك. لكن بقى انت قلت لسانك واتكلمت هتسمع حاجات انت ما بتحبش ان انت تسمعها، او ان انت تسمعيها. فكل واحد يخليه في نفسه. تمام. للاسف كان معايا اتصال يعني وكده، جوزي كان بيرن. ف
طبعا نسيت انا كنت بقول ايه. المهم ايه، انا كنت بتكلم طبعا على اللي بيتكلموا عليا. ماشي، انا عارفه ان انا حرقاكم وكيداكم وغيظاكم، وانا مبسوطه بكده يعني. لكن بقى حبايبي اللي بيحبوا يتفرجوا عليا، اللي بيشجعوني ان انا اكمل، بصراحه بصراحه الف شكر ليكم. وبجد بجد يعني انتوا حاجه كويسه وناس محترمه. تمام. انا بقى هنا كنت مسكت الكنافه بتاعتي، طبعا قطعتها قطع صغيره وحطيت عليها السمنه وقلبتها ببعضيها، ورجعت بقى حطيتها كده رصيتها في الصينيه يعني وكده. بس بعد ما رصيتها في الصينيه طبعا حطيت برضو الطبقه التانية برضو فوقيها، يعني من غير مكسرات ومن غير اي حاجه. بس انا كنت يعني عشان تبقى حاجه خفيفه كده عليا واحده واحده. ما حطيتش مكسرات ولا اي حاجه، لأن ما كانش متوفر عندي مكسرات في الوقت ده. فانا لسه اصلا كنت عامله الفيديو، فاللي هو ما كانش موجود عندي، وما رضيتش اخرج الولاد يجيبوا لي اي حاجه، وانا ما خرجتش بقى كان الليل، وطبعا انتوا عارفين في البرد يعني وكده. وطبعا الولاد برضو ايه عندهم برضو تعبانين، فقلت لا حرام مش هخرجهم دلوقتي. فالمهم يا جماعه ايه، انا الحمد لله كده كنت الكنافه بتاعتي خلصتها. وطبعا كان الشربات بتاعي على النار يعني وكده. يا بنت ف بس يا رهف بس حبيبتي، طبعا انتوا كل فيديو بتطلع معايا رهف فيه. هنا بقى بقول لكم طبعا ايه، انا قفلت لحد ما ايه الشربات بتاعي كده كويس وتخن يعني وكده. ونزلته ونزلته. هنا كنت برش طبعا السمنه بتاعتي على وش الصينيه يعني كده من فوق، حطيتها كده من فوق يعني. وطبعا ايه عشان خاطر يعني وانا بحطها بعد ما اقلبها يعني يكون عليها سمنه يعني من فوق وكده. انا حطيتها طبعا السمنه برضو فيها كده عشان تبقى مستويه كلها برضو من جوه. يعني انا مش اللي هو من نوع بقطع الكنافه وارجع بعد كده مثلا ايه ارصها واحط عليها سمنه من فوق وكده. لا، انا لازم اقطع كنافه واسقيها كلها بالسمنه واغرقها سمنه، وارجع بعد كده احطها في الصينيه يعني وكده، واضغط عليها، اضغط عليها كويس بس، وارجع بعد كده احطها ايه على نار هاديه. ولادي عاملين لي ازعاج، والله العظيم كل شويه يتوهوني، يعني ما بقاش عارفه انا بتكلم فيه اصلا. المهم بقى ايه، حطيت الصينيه بتاعتي كده ووطيت عليها النار خالص. انا بقى كده هقلبها. الله عليك يا مجسر، ايوه هو بالظبط كده. قلبتها كده تمام التمام، مستويه وزي الفل. نسيبها برضو كده وهدي عليها النار، وايه هدور بقى فيها كده عشان تاخد ايه برضو كده من الجوانب يعني وكده. تمام. معلش بقى كده يا جماعه كده واحنا بنتكلم، تنسوش بقى الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا جماعة. واللايك بتاعكم، اللايك اللي ما بشوفوش في الفيديوهات، اللايك اللي بيدخل يتفرج ويخرج ده، فين اللايك؟ اللايك لما تحط لايك مش هيأثر فيك ولا هيعمل لك حاجة، مش هينقصك حتة وهتنقصي حتة ما تحط اللايك. تمام. انا بقى هنا كنت بعمل ايه، طبعا انا حطيت الصينية دي ليه؟ طبعا انا جه بقى في بالي اعمل ايه شوية لب، وانا بعمل الكنافة كده يبقى نقعد كده ناكل الكنافة السهرة شوية يعني كنافة كده حاجة حلوة. واللب ده، اللب ده بقى يا جماعة لب أبيض، كنت شارياه من السوق. اللب ده أنا كنت جايباه السنة اللي فاتت ب12 جنيه، والله العظيم ب12 جنيه زي ما بقول لكم كده. كنت جايباه ب12 جنيه، وكنت جايبة حوالي 2 كيلو، وفضلوا معايا يعني شوية كتار قوي يعني كمان. كان في الشتا اللي فاتت برضه. رجعت بقى بعد كده أجيبه من السوق، لا يا ربي كانت في واحدة من عندنا هنا بتبيعه، لقيته ب12 جنيه. فقلت 12 جنيه ب18 جنيه، قلت ب18 جنيه انا كده كده مش محتاجه لب، لما احتاج لب ببقى اخد منها يعني وكده. رجعت كنت في السوق يعني الاسبوع اللي فات ده، وجيت اجيب لب بقى، فبطلع كده ايه، قلت يا بنت يلا ان شاء الله عن ما حد حوش، هاتلك بقى كده كيلو لب كده ايه يهيصك وهيص ولادك، مع شويه حرنكش كده ب10 جنيه، وايه وكله كده ايه والدنيا تبقى حلوه. يعني هي جت على اللب. جيت بقى ايه جبت، رحت مطلعه ال20 جنيه كده من البوك كده بثقه، ورايحه كده على الراجل بقول له اديني يا عم كيلو لب.
قال لي بيبص لي 20 جنيه كده ويضحك. قال لي على فكره كيلو اللب 34 جنيه ونص. قلت له نعم. ليه؟ ده كان ب 18 جنيه. مرضتش اجيبه. راح قال لي كان يا مدام دلوقتي ب 34 ونص. قلت له ده مفيش كام اسبوع يعني، مش من السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت كان ب 12 جنيه، ولسه اهو الشهر اللي فات يعني من كام اسبوع كان ب 18 جنيه ومرضتش اجيبه. قال لي يا ريت كنت جبتيه. قلت له تصدق وتؤمن بالله والله العظيم الواحد زهق من الدنيا دي. وبعد كده انتوا رفعتوا لي كده، وكمان اللب ده مستورد جاي من بره، بتتعامل بالدولارات معاه يعني وكده. ده زراعة بلدنا، يعني بتزرعوه هنا في البلد في الغيطان يعني وكده. فراح قال لي يا ستي هي جت على اللب، اشمعنى اللب اللي مش هيرفع؟ كل حاجة رفعت، المستورد واللي مش مستورد كل حاجة رفعت. قلت له والله على قولك، اديله نص كيلو يا عم، اديله نص كيلو. اعطاني نص كيلو فعلا. كان متبقي في مش عارفة 2 جنيه ولا جنيه ونص والله ما فاكرة. وقلت يلا معلش مش مشكلة، هي فعلا ما جاتش على اللب. بس بصراحة يعني حاجة في البيت احسن من اللي بيشتريه من بره يعني وكده. ويعني بيجيب ابو 10 جنيه ما بيقعدش، يعني بيخلص في وقتها. فده وقت ما بيبقى عايزين يعني وكده بطلع واعمل منه. وكان اخر شوية دول معايا متبقي معايا حاجات بسيطة بس. هنا بقى كانت الكنافة بتاعتي خلصت وسقيتها وسقيتها ورحت قلباها عشان اسقي الناحية التانية يعني وكده. رحت بقى بعد كده بقى قطعتها وحطيتها طبعا بقى ايه في اطباق. طبعا عملت طبق ليا وطبق لحماتي، حماتي وحمايا يعني وكده. ما ينفعش طبعا ناكل لوحدنا الحاجة الحلوة، لازم ندوق معانا الناس اللي في البيت دي. هنا بقى كنت بقلب اللب بتاعي. اللب ده طبعا بحط له شوية مية وشوية ملح، شوية مية وشوية ملح كده. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو كده، شوية مية شوية ملح كده، واسيبهم ايه شوية كده على النار. واقلب كده برضو ايه عشان يتحمص معايا كويس ويبقى حادق. اللي عايزه يعني حادق يحط معلقة صغيرة ملح في شوية مية، واللي عايزه حادق شوية يحط معلقتين 3 زي ما انت عايزة. تمام. انا بحبه مظبوط يعني، لا حادق ولا عادم يعني كده تمام. انا بقى كنت طفيت عليه بقى كده، وبحط بقى طبق لب كده طبعا لحماية وحماتي يعني وكده والجماعة. فحطيت لهم طبق لب طبعا، وما يشموا الريحة وما ياكلوش منه. فقلت كده اعمل لهم منه كده قبل ما يخلص ويعني وكده، يبقى ده يعني شافوه كده واكلوا منه. انا طبعا اللب بتاعي كده متحمص وحلو. طبعا دي الكنافه بتاعتي برضو بوريها لكم، بقول لكم يعني هي مش محروقه معايا يعني وكده، يعني كده تمام. ودي الطبق بتاعنا احنا طبعا، ودي الطبق بتاع حماتي. وما تنسوش يا جماعه اشتركوا في القناه ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا مع الف سلامه، باي.